قدام كسر خليل. افضل كرش. لا البطولة بنتين بس انا طققت ايش فيك؟ ايوه بالكرش. والله العظيم بس ضعفوت عمي. والله نزلت. انا اتوقع الشعار الجاي مال البطوله الكرش. لا هو شوف هو اول شيء احنا يعني معتزلين واكثر الموجودين هم يعني اصحاب وزن كان عندهم. بس بالعكس هاي البطولة اعطتنا دافع على موسم الاخ انه لازم ندارج جسمنا لازم نحافظ. خاصة احنا اللاعب العراقي بس يترك كرة القدم يبدي ياكل يبدي ما يحافظ. لا والله يعني اغلبيتهم لا هذا ما عنده وزن ترى. والله لا بس انت قبل اساس الكرش ما اي انا ب 2016 هسه النوبيالي يشوفني بالسيطره هاي رحم الله والديك يا شكو. بس انت تدري نازل ما شاء الله. اي والله نزلت يعني هسه برمضان 5 كيلوات ومستمر ان شاء الله. تستمر لو هم ترجع. قاعد اتمرن رجعت اتمرن والعب بس احنا الوقت المشكله الوقت. اي والله. تمرن ويا الفريق. انت غير انت ما تجي؟ انت داعيني. عايفنا عيني. داعيك؟ 17 جروب عنده. انت عندك فريق فنانين وفريق الصحفيين وفريق الشعراء وفريق انا شوف انا وحبيب اكثر اثنين نلعب بالعراق حتى قصرنا بعد ما نطول. لا انت محبوب فكلهم يجون. الله يسلمك الله يخليك. شلون الفريق؟ والله زينين الحمد لله بس عندنا الخسارتين الاخيره شوي نفسيا اثرت على الفريق لكن كمستوى يعني بشهاده الاخوان الرياضيين بدا مستوانا يصعد من مباراه الى مباراه بس لكن نفتقد شويه التركيز والتهديف بالثلث الاخير. ان شاء الله يعني اليوم نقدر خاصه انك توقف راح يكون طويل نقدر اليوم 3 نقاط تقدر تعيد نفسيه الفريق. شنو اللي غيرته بالفريق يعني من استلمت انت والكابتن قحطان تغير شكل الفريق؟ احنا غيرنا تقريبا 14 لاعب بس المشكله انه فتره انتقالات ال 14 لاعب من صعوبه ان تحصل على لاعب. اللي اكثر شيء اعتمدنا على اللاعبين المحترفين اللي جبناهم بالاضافه للاعبين المحليين وغيرنا نفسيه الفريق وتعاملنا مع الفريق. لكن الله وفقنا بالفتره اللي راحت يعني خاصه مع الميناء مع اربيل مع ادهوك ذي المباراه شويه عادت ثقل اللاعبين هم اكو عناصر لاعبين جيدين خاصه اللاعبين الكراد الموجودين عندنا مثل اسو دلاور رازقو عماد الحارس هاني. المشكله احنا ما نقدر نتحمل الفريق لانه المباراه مضغوطه الطريق ياثر علينا. احنا يعني بهاي الفتره اللي استلمنا بها 3 مرات رحنا للبصره يعني من سليمانيه للبصره كلها بالسياره فهذا جهد. احنا هسه فتره يعني الفتره اللي قاعد نمر بها خفيف واستشفاء وان شاء الله من الله التوفيق. اليوم انا يعني متفاجئ بالتشكيله لا مروان ولا اسو. اول جهد احنا قلت لك انه الفتره اللي خاصه بالسفر انه اللاعب ينجهد فاحنا قاعد نريح بين فتره وفتره كابتن قحطاني يلعب مرواني يلعب البديل يلعب احنا الحمد لله انه كل الفريق قاعد يتعايشون ويانا كلهم قاعد يلعبون. تتوقع اليوم؟ والله اتمنى انه الفوز لنا لكن فريق الطلبه فريق له اسم ولا تاريخ مدرب كبير عليهم مباراه صعبه هي. بعد فريقكم فريقنا جيد. لا القديم اي فريقنا الطلبه هذول اي احبائنا فاحنا متابعيهم الصراحه. لكن احنا اليوم هذا عملنا هذا شغلنا انه بكل طموح اي شخص انه لازم يفوز. سالت مروان قال لي راح انزل الشوط الثاني قلت له شو راح تقول براسك ولا برجلك؟ قال براسي. مروان بالراس واذا طلع له حبايه يبطل. يلا موفقين حبيبي.